السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نوجد معكم املو صحي اقتصادي كنوجدوه في الدار بالزيت الزيتون، صحي وكيعجب الوليدات بزاف وحتى الكبار. نتمنى تعجبكم الوصفه وتخليو لي كومونتير. ندوزو للوصفه اللي هي سهله بزاف. نحتاج فيها نصف كيلو ديال كاوكاو. انا كندير كاوكاو البلدي اللي كان يكون صغيور بهذا الشكل. خديت نص كيلو تقريبا كيدير 330 16 17 درهم. هذا هو الثمن نص كيلو. كنقيوه كيكونوا بعد النوبات فيه الحجر صافي، وكنحمروه في الفران. بالنسبه للتحمار ديالو راه كلشي كيعرف يحمر كاوكاو حتى كيولي كيتقشر وكيبدا يطرطق في الفران وصافي وكنخرجوه. بالنسبه للتحمير ديالو ضروري نحمروه مزيان باش كيعطي واحد لوكو زوين في املو، ما كيجيش بحال الاخضر. وحتى في الطحين ديالو ملي كيكون مقرمل في الفران فكيتطحن دغيا، ماشي بحال فاش كيكون خضر. صافي غندخلو الفران كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غنحمرو مزيان ونخليه يبرد. تقريبا خدا لي 15 دقيقه في الفران. درتو من الفوق بهذا الشكل هذا، وليت درتو من التحت حتى تحمر تقريبا المجموع 15 دقيقه. من بعد خليته برد تماما حتى ولا بهذا الشكل، ولا كيتهرس دغيا. صافي هندوز نطحنو في الهاشوار. غنبداو اول حاجه في الهاشوار وعاد هنكملو في الخلاط الكهربائي. صافي هندير ديك النصف كيلو ديال كاوكاو في الهاشوار وهنطحنوه الطحين ديالو حتى كيولي مفرطت مزيان. ما يتطحنش هو 100% دابا حيت غنكملوا له في الخلاط الكهربائي، ولكن نحاولوا نطحنوه مزيان كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. فالطريقه سهله، وبالنسبه للدراري الصغار كيحماقوا على هذه الوصفه، خصوصا انا عندي الوليدات ما كياكلوليش زيت الزيتون. وزيت الزيتون هذا هو وقته، ولا ما كلاوهش الدراري دابا راه ما عندها حتى فائده. صافي كنديرها لهم انا في املو كياكلوها الصراحه. كيعجبني الحال فاش ما كيعرفوش بانها فيها زيت الزيتون. صافي هنضيف كاس ديال السكر. بالنسبه للسكر درت السكر الخشن، تقدروا ديروا السكر الناعم يعني السكر كلاصي بحال فهو اختياري. صافي هنزيد ديك السكر وهنزيد نطحن. فديك السكر كيعاون ديك الكاوكاو باش كيتعلق بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما تطحن لي مزيان هنزيد نتاكد بانه تطحن مزيان. فما خصوش يكون غليظ، غنقصو بيدينا، ما خصوش يكون غليظ، ضروري يكون رقيق باش يسهل علينا في الخلاط الكهربائي، ما ياخذش وقت بزاف. من بعد ما طحنته بهذا الشكل حتى ولا كيولي بحال الكتله بهذا الشكل، كيتعلق كيطلق الزيت. راكم عارفين الكاوكاو اصلا فيه الزيت ديالو. فصافي كيبدا يولي بحال اللي كنديروا سلو. هذا هو القوام ديالو. من بعد ما ضفت له السكر صافي غندوز نخلط دابا في الخلاط المولينكس او الخلاط الكهربائي اللي غنديروا فيه الزيت. زيت الزيتون طبعا. وطبعا راه هذاك اللي كاملو اللي كنشريوه في الزنقه راه كيكون غير بالزيت الروميه، راه مستحيل يديروا لك بالزيت البلديه او زيت اركان او شي حاجه، فراه كيديروا غير بالزيت الروميه. فاحنا كنديروا حاجه في الدار، فراكم عارفين هذا وقت زيت الزيتون ونعطوه للدراري الصغار راه كيستافدوا منه. صافي درت هنايا تقريبا كاس ديال الزيت في الخلاط، وكنضيف ديك الكاوكاو حتى كنطحنوه. كنضيفو شويه بشويه حتى كنكملوا ديك الكميه اللي عندنا. وبالنسبه للزيت كديروا كاس. بغيتو يجي قاصح كتخليو ديك الكاس بركه في النصف كيلو. اللي كيبغيه يجي ثقيل واللي كيبغيه يجي جاري شويه، فانا كنضيفوا له الزيت على حسب نتوما عينيكم ميزانكم. فانا كيعجبني يجي جاري شويه باش الدراري كياكلوا لي الزيت، حيت راكم عارفين زيت بوحدو راه ما كياكلوش الدراري في الفطور. صافي كنبقى هكا على هذا الشكل كنخلط. انا جاني قاصح شويه هنزيد له شويه ديال زيت الزيتون وقبيصه الملح. البنات ما تنساوش قبيصه الملح في هذه المرحله هذه ضروري. اي حاجه حلوه راه حنا كنديروا فيها قبيصه الملح. صافي كنكملوا بهذا الشكل. كنطحنوه مزيان وكنضيفوا ديك القبيصه الملح كيف ما قلت لكم. القوام ديالو نتوما اللي غتحكموا فيه على حساب الزيت، واش بغيتوه يجي جاري واش بغيتوه يجي قاصح. صافي كيكون الاملو ديالنا صحي واجد. وكنبقاو نديروه في القريعه وكنفطروا به وكنديروا به الكوتي اولا كيديوه معاهم حتى الدراري في خبيز هكا الكوتي في المدرسه، فراه كيعجبهم بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه البنات، نتمنى تجربوها راه كتجي رائعه وحسن من الزنقه ب100 الف درجه. كنديروا في الدار وكنعرفوا شنو فيه. وكنبقاو نديروا كميه صغيره ملي كتسالى لنا، راه حنا كنزيدوا كميه واحده اخرى.